ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده في الفيديو عن حاجه مهمه جدا جدا، وهي مرحله التسنين وما بعد مرحله التسنين. احنا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن جدول التسنين وعن اعراض التسنين، واتفقنا انه طبقا لجدول التسنين انه الاطفال عند سن 2.5 ل3 سنين بيكون فكهم اكتمل بالشكل ده كده. الفك العلوي بيكون فيه 10 اسنان، والفك السفلي بيكون فيه 10 اسنان، وكده كل الاسنان ظهرت في الفم، وبتكون الاسنان الدايمه لسه بتتكون في العظم بالشكل ده كده، ويكون ده منظر المنظر الداخلي او بالاشعه. احنا هنتكلم بقى عن المرحلة المهمة جدا اللي هي مرحلة الأسنان اللبنية. الأطفال بتشتكي جدا في المرحلة دي من الألم، من إن هم بياكلوا حلويات كتير فبالتالي أسنانهم بتسوس. في بعض الأطفال اللي مهم جدا نتكلم عنهم، اللي هم الأطفال اللي بيستخدموا اللبن الصناعي أو الببرونة. هم الأطفال اللي بيستخدموا اللبن الصناعي أو الببرونة. الناس الأهالي اللي بتدي الأطفال الببرونة فيها نسبة سكر عالية، أيا كان السائل أو اللبن أو العصير أو الاعشاب اللي الطفل بياخدها اللي فيها نسبه سكر عاليه، دي بتعمل تسوس في الاسنان اللي في الفك العلوي والفك السفلي. التسوس بيبقى تقريبا في كل الاسنان. دي بتكون مشكله رهيبه جدا، لان الطفل بيفضل يعاني، وبالتالي بتوصلنا لمشكله سوء التغذيه، وبالتالي ممكن تؤدي الى بعض المشاكل الصحيه زي التقزم، زي بعض المشاكل في صحه الطفل نفسها. فخلينا نتكلم عن انه احنا نبدا من 2.5 نعلم الطفل ازاي يغسل اسنانه بالطريقه اللي احنا قلناها، انه ممكن الاب والام هما الاول يبداوا يوروا له ازاي يغسل، ويستخدموا الفرشه قدامه بشكل دوري، وبالتالي يبداوا هما اللي يغسلوا له. يعني احنا الفتره دي هنحتاجك، وبالتالي يبداوا هما اللي يغسلوا له. يعني احنا الفتره دي هنحتاجك، او هنحتاج الام هي اللي تقوم بعمليه الغسيل، علشان بتعود الطفل انه يغسل. اهم حاجه ان الطفل بعد ما ياكل حلويات نعلمه انه يعني ما يستحملش انه يكون في حاجات كتيره ملزقه على اسنانه وينام بيها، لان هي دي الخطوره. الاسنان اللبنيه اسنان بتغير بعد كده، ولكنها مهمه في مرحله الطفوله عشان يعني الطفل يستمتع بصحه كويسه، ويكون ده بيؤثر يا جماعه بشكل مباشر على التغذيه. الطفل اللي عنده تسوس في اسنانه اللبنيه، او عنده مشكله في اسنانه، او عنده الم، او عنده خراج، فعلا بيوصل لمرحله انه بيمنع الاكل، وده بيأثر على صحته بشكل عام. فارجوكم الام والاب في مرحله بعد لما الاسنان كلها تظهر بعد 2.5 ل3 سنين، نبدا نعود الاطفال على استخدام الفرشه. ولو حتى هنديهم في البدايه الفرشه يحاولوا يغسلوا كده، او احنا نحسسهم ان الموضوع زي لعبه، نحاول نجيب لهم العاب ونعلمهم ده، لانه هيضمن ان مواعيد تسنينه حتى للاسنان الدايمه هتكون منتظمه وهتكون بشكل سليم، وبالتالي هيتمتع بضحكه وابتسامه جميله. بعد كده لما يكبر هتطلع الاسنان في مواعيدها المناسبه، لان الاسنان اللبنيه غير ان هي مهمه جدا عشان الطفل بيستخدمها في مرحله في التغذيه، هي كمان بتحفظ المكان عقبال ما الاسنان الدايمه بتبدا تظهر. فتاني بننصح بحاجتين: اهم حاجه ان احنا نقلل السكريات اللي بنديها للطفل قبل النوم، تاني حاجه نعود الطفل انه يغسل سنانه، وانه ما يتحملش يكون في حاجه لازقه على اسنانه، ونحسسه ان ده شيء صعب جدا، ويحاول باي وسيله، اذا كان بالفرشه او اذا كان الوالدين او الاب او الام هم اللي هيغسلوا له، او يشوف اخواته الكبار بيغسلوا. ده مهم جدا. يلا اشتركوا واعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. استنونا، هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي